تعود خيوط الحكاية لسنة 1986 حين ركن المتألق آنذاك طاهر بوزيد الكرة على يسار الزكي، فكانت شاهد عيان على آخر فوز للفراعنة على الأسود. تشابكت كل الخيوط منذ ذلك الحين. لم تمل كفة المصريين أبدا، فاستحالت إلى ما أصبح يعرف بالعقدة المغربية. رغم أن المواجهات المباشرة لم تكن بتلك الكثرة، إلا أن الشفرة المغربية ظلت منيعة في كل مرة على الفرعون المتربع على عرش المنافسات الأفريقية ب7 ألقاب، وفي مرتين منهما لم يكسب إلا نقطة واحدة من الأسد الذي تاه بعد ذلك في بحور النهايات الحزينة. سنلتقي مرة أخرى على أرض الملعب، لا مكان للعقد ولا مكان للهواجس. الكرة ستحدد من سيبقى في السباق لاختيار عريسها بعد أسبوع. الفرصة مواتية هذه المرة للمضي قدما وتغيير الخارطة الكروية مرة أخرى. كلنا ثقة في الثعلب الداهية خبير الأدغال، وفريق من الأسود أثبتوا علو كعبهم في دور أول طال انتظاره. في البداية كان الحلم أشبه بلمس السحاب، لكن سرعان ما خفق القلب بجرأة أكبر، فازداد الحنين لما فات، ازداد التوتر، فمددنا حبل الأمان لبلوغ الغايات. شعارنا اليوم واليوم فقط، لتستمر حكاية العقدة ولنؤجل النهايات.